سيبكوا بقى من طريقة تخزين المانجا اللي كلنا متعودين عليها وكلنا بنخزن المانجا بيها، وشوفوا الطريقة دي علشان الطريقة دي هي الطريقة المظبوطة والصحيحة لتخزين المانجا، والمانجا ما ينفعش تتخزن إلا بالطريقة دي. الشركات الكبيرة والمصانع الكبيرة ما بيخزنوش المانجا إلا بالطريقة دي، وطبعا الكلام ده كله عن تجربة ومن سنين بخزنها بالطريقة دي وبتطلع من الفريزر كأني لسه شارياها بالظبط، طعمها وريحتها ولونها بيفضل زي ما هو، لونها ما بيتغيرش ولا طعمها بيتغير، بل بالعكس بتزداد حلاوة وبتزداد جمال كده لما تيجي تطلعيها وتعمليها عصير تجنن. وطبعا انا هنا كده كنت لسه راجعة من السوق ولسه شارية المانجا، فقلت لازم اصورها علشان اقولكوا على الطريقة المظبوطة لتخزين المانجا، عشان كلكوا تخزنوا المانجا بالطريقة دي بجد تجنن، تنبهروا بجمالها لما تجربوها. وطبعا انت ممكن تشتري اي نوع مانجا انت بتحبيها او تفضليها او تحبي ان انت تخزنيها، هتجيبي بقى المانجا الجميلة بتاعتك وهتاخديها وهتغسليها من اي حاجة وحشة تكون فيها، واهم حاجة تغسليها كويس. وبكده المانجا بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا للتخزين. احنا مش هنقطعها ولا هنفتحها ولا هنعمل فيها حاجة خالص، انا بخزنها كده، والمحلات الكبيرة والمصانع الكبيرة بيخزنوا المانجا كده، واول سبب ان لونها ما بيتغيرش ما بتسودش معاكي، وطعمها بيكون جميل جدا كأنك لسه شاريها من بره. وعلشان كمان اكون صراحة معاكوا، العيب اللي بيكون موجود فيها ان هي بتاخد مكان كبير جدا في الفريزر، بس ده كله مش مهم، اهم حاجة لما تيجي تطلعي حباية المانجا كده من الفريزر تلاقيها كأنك لسه شارياها. وانتي تعرفي ان البذرة اللي جوه المانجا دي مادة حافظة للمانجا لما تيجي تخزنيها، هقولك ليه. طبعا كلنا النور بيقطع عندنا بالساعتين وبالتلاتة، والحاجات اللي بتكون موجودة جوه الفريزر ساعات بتفك، واكتر حاجة بتفك بسرعة المانجا، وساعات بتطلعيها كده بتلاقيها اسودت معاكي. فانتي لو خزنتي المانجا سليمة البذرة اللي بتكون جوه المانجا بتحافظ عليها، وطبعا علشان البذرة بتكون مجمدة كده من جوه فبتديها سقوعية وما بتخليهاش تفك معاكي بسرعة. وكمان القشرة بتاعة المانجا اللي بره زي مادة حافظة برضو بتحافظ على جمال المانجا وما بتخليهاش تسودي معاكي، ولما تيجي تفتحيها بتلاقيها كأنك لسه شاريها بالظبط. وطبعا انا هفتح معاكم واحدة دلوقتي عن تجربة وهوريها لكم من جوه عاملة ازاي. طبعا أنا كنت مخزنة مانجا من اول السنة فهوريها لكم دلوقتي. وطبعا زي ما انتوا شايفين جبت الدرج بتاع الفريزر وحطيت فيه المانجا سليمة بعد ما غسلتها كويس وبقت جاهزة معايا. زي ما انتوا شايفين ده شكل المانجا وهي جوه الفريزر، بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة جدا وبتفضل محتفظة كده بجمالها وحلاوتها، وما بتمسكش في بعضيها ولا بتتلج ولا بتعمل اي حاجة خالص. هوريكم الدرج اللي تحتاني اللي كنت مخزناه من اول السنة عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف مع بعض. وطبعا المانجا مش بتتلج ولا بتمسك في بعضيها ولا اي حاجة، زي ما انت شايفة كده الحباية أنا بطلعها الحباية بحبايتها، وده بسبب نوع الفريزر اللي موجود عندك في البيت. طبعا الفريزر بتاعي ده كريازي، انا بجد بنصح اي واحدة عايزة تشتري فريزر تشتري جميل جدا يا بنات. طبعا الدرج بياخد 20 كيلو من المانجا، زي ما انتوا شايفين كده المانجاية مش بتمسك ولا بتتلج ولا اي حاجة، الفريزر ده بالبخار زي ما انتوا شايفين كده بيحافظ لك على الحاجة جميل جدا والله، وزي ما قلت لك بيحافظ على الحاجة وكأنك لسه شاريها بالظبط. طبعا انا خدت هنا واحدة علشان اوريها لكم، خدتها بقى وغسلتها تحت الحنفية وجبت المبشرة وبشرتها، وزي ما انتوا شايفين كده القشرة مش محتاجة بقى ان انت تجيبي سكينة او معلقة وتقعدي تحكي فيها او تقشريها علشان تطلعي المانجا اللي جواها. طبعا بقى انت بتقشريها كده وبترمي القشر علشان هو اصلا ما بيكونش فيه اي حاجة خالص، ودي برضو ميزة جميلة جدا. طبعا عايزة ارجع واقول لكم حاجة، ان المحلات الكبيرة والمصانع الكبيرة ما عندهمش فريزرات زي اللي عندنا كده، الفريزرات دي لستات البيوت بس، والمحلات الصغيرة اللي على قدها. اما بقى المحلات الكبيرة والمصانع الكبيرة زي ما قلت لك ما عندهمش فريزرات زي اللي عندنا، هم عندهم غرف، بيعملوا غرف كده كبيرة، يعني الغرفة حوالي كده بتكون قد الشقة بتاعتك بوسع الشقة كده الغرفة، بسم الله ما شاء الله عليهم. الغرفة دي بتبقى عاملة زي الفريزر، بتجمد اي حاجة انت بتحطيها فيها، بتكون واسعة جدا وكبيرة. طبعا ما حدش بيعمل الكلام ده زي ما قلت لك الا المصانع والمحلات الكبيرة جدا علشان بجد بتكون غالية جدا، وانا بقول لك كده علشان انا شفت الكلام ده كده بعيني وشفت الغرف دي، بسم الله ما شاء الله عليها، غرف كبيرة جدا عاملة زي الفريزر بالظبط، هي فريزر، هما بيعملوش غرفة ولا اتنين ولا تلاتة، ده بيعملوا غرف، بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يزيدهم يا رب ويبارك لهم في حاجتهم. علشان كده في الغرف بيخزنوا اي كمية مانجا عندهم سليمة كده، علشان كده لما بنيجي نشرب المانجا من المحلات الكبيرة بنحس ان هي لسه فريش، وده بسبب تخزين المانجا السليم. وزي ما انتوا شايفين كده البذرة ما فيهاش اي لحمة خالص من المانجا، بسم الله ما شاء الله عليها، وحتى شايفين لون المانجا، وما اقولكوش بقى على ريحتها اللي تجنن كأنك لسه شاريها من السوق. طبعا وهي مجمدة كده خدتها قطعتها، شفتوا بقى المكعبات والجمال والحلاوة. الطريقة دي زي المحلات ما بيعملوها بالظبط، المحلات بيقطعوا المانجا بعد ما تتفرز بالشكل ده كده، علشان كده لما تيجي تشتريها من بره كأنها لسه فريش لسه طازة، بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ مين يصدق بقى ان المانجا دي من اول السنة عندي في الفريزر؟ شايفين بقى بسم الله ما شاء الله عليها. جربوا بقى طريقة تخزين المانجا دي وما تنسوش الاشتراكات واللايكات الجميلة اللي بتفرحني، وبألف هنا ليكم، شكرا جدا على المتابعة.